سامعني كده؟ طيب نبدأ بقى على طول. وأنت بتقلِّب على التيك توك أو الإنستجرام ظهر لك فيديو أكيد شخص بيعمل أي حاجة، بيعمل أي تصرُّف، بيقول أي كلام، وتلاقي فيديو ضارب وجايب بتاع مليون لايك، وأنت بتقعد تسأل نَفْسك وتفكّر هو أنا فعلًا محتاج أكون تافه أو غريب عشان أتشهر؟ طبعًا الكلام ده بعيد عن عمي وعم عيالي وأستاذ تامر الجيار، بس الموضوع اتكرر كتير الفترة دي، الموضوع من الأول وفي الآخر جري ورا فلوس وreach، فتعال نبدأ وأقول لك الموضوع بدأ إزاي. المهم هتلاقي كده فترة شخصية ما تعرفش أصلها منين ولا جات إزاي ضربت مرة واحدة for you وتلاقي بقى عندها memes قد كده ما تعرفش ده حصل إمتى ولا إزاي، وفي كل فترة بيكون لها شخصية معينة زي محمد الزبال كان عنده فترة بتاع كشري التحرير. يا زبال يا معفن يا اللي مش هتنضف، والله العظيم والله ما هتنفع تاني. أو عمرو بيلا. أو عندك هيثم شيرو مايكل جاكسون. بس ما تعرفش كمية العبث دي، بس بصراحة كانت بتضحك ساعتها. هو خد برضه الفترة بتاعته ودلوقتي رجع لحياته القديمة. عندك مثال تاني زي عم أحمد على لوفات التيك توك، ولا كروان مشاكل، ولا عذرا كخر العو، ولا احنا اصحاب بلدنا، وعد بقى امثله كتير وقيس على كل ده. بس انا اقول لك مين السبب اصلا ان الناس دي مشهوره، مش عاوز اصدمك واقول لك ان السبب هو انت. انت ما تعملش عبيط، انت فعلا بيكون السبب. عندك مثال الافريقي لما يطلع يقول ممنوعات يا صاحبي، انت تعلق معاك الكلمه دي وتقعد كل شويه تقولها وتمسك الفيديو وتبعت كده حد من اصحابك، هوبا تلاقي الفيديو جايب بتاع مليون لايك بسببك. طب بسبب كلمه ايه؟ ممنوعات يا صاحبي، وبعدين ده بيكون الشعار بتاعه. ممنوعات يا صاحبي، ممنوعات يا صاحبي، ممنوعات يا صاحبي. فتقعد تعيد الفيديو تاني فده يزود مشاهدات ويزود انتشار الفيديو. كمان عندك الجيار، الراجل ده انا بحبه قوي. عندك الجيار قديم في شغلانه اصلا، فلو ما تعرفش الجيار اصلا كان فورمه محترمه وكان شغال في جيم، بس هو حب التمثيل فبدأ يعمل سكتشات على التيك توك وكانت الناس بتاخدها بضحك، بس هو كمل فيها شويه لحد ما غير المحتوى. بس هو كان متنوع الصراحه، بدأ في الطبخ شويه فما لقاش ريتش فاتجه لمحتوى الاس ام ار، فلقى ان الوضع بيزيد سوق لحد ما اتجه اخيرا لموضوع الفود ريفيو. يا ولاد القدرة، ايه ده؟ يا فوق. وربنا يبارك له، الراجل ده اصلا طفح من زمان، والجيار مهما الناس اتريقت عليه هتلاقيه مكمل عادي ولكنهم موجودين، هو فعلا يستاهل كل خير. وعندك مثلا الناس بتاعت الفود ريفيو، الموضوع بقى منتشر الفترة اللي فاتت بطريقة غبية بسبب ان مفيش محتوى اسهل منه. هتاكل والاكل يكون طعمه حلو قول هو حلو، ما عجبكش تف الاكل. بس انا هتكلم عن عمرو بيلا لانه فعلا كان واخد الجو، وده مش عشان هو فود ريفيو كويس، لا بالعكس خالص، هو عارف هي بتدور ازاي، وعرف بحركة واحدة يخلي الناس كلها تعرف مين هو عمرو بيلا. فلو ما تعرفش، بيلا كان مدير أعمال محمد الزبال بتاع كشري التحرير. ماشي يلا امشي، ويا ريت يعني ما نشوفكش في قنوات تاني يعني عشان انت بتثير الجدل. بس سيبك نرجع للموضوع ده بعدين. نرجع وأقول لك ليه بيلا اتشهر. عمرو بيلا مسك أشهر 3 مطاعم ساعتها وهم كرم الشام وبهيج ولبن، خدهم كنس ومسح، ما خلاش فيهم حاجة إلا لو خلاها معيوبة. طبعا الناس بدأت ترد عليه وتقول إزاي، والناس راحت تجرب الأصناف اللي هو شتم فيهم، وفي الحالة دي الطرفين كسبانين، المحلات وعمرو بيلا. وكل ما تعطل معاك لحد ما وصل إنه بياخد على الريفيو الواحد 40,000 جنيه. عندك من شويه يا ريس عشان في مطعم عندنا في كفر الشيخ كنا عايزينك تيجي يعني تعمل ريفيو كده محترم كده ان شاء الله باذن الله. مفيش مشكلة تحت أمرك. ايه طب ايه طلباتك يا باشا امرني. أنا باخد 45. 45,000 أه. تمام. وترجع تقول الناس دي ظهرت إمتى وإزاي لحد ما تزهق وتقعد تقلب تلاقي شبيه مبابي وفان دايك وأليسون، ومحدش فيهم شبه اللعيبة أصلا. وموضوع الأشباه ده أسهل طريقة تتشهر بيها عموما في مصر، بس لازم يكون في شرط واحد، إنك يكون معندكش شخصية، ما أنت هتكون شبه حد تاني بالعافية وتقعد تقلب تلاقي صوص بتشتم أبوها في لايف. انا عمري ما اقعد معاكم تاني عشان انتوا ما تشرفوش، انت اللي ما تشرفش، والله انت اللي ما تشرفش، مراتك دي ارحم منك، ما اعرفش بصيت لك ازاي. فهتلاقيها بترمي إفيه في وسط الخناقة وتقول الشارع اللي وراه ده انا راح اعمل لك مع. هو إفيه كان في وقته الصراحة، حتى هي ما كانتش مستوعبة اللي قالته، بس بعدها على طول تلاقي الفيديو ضرب وميمز هنا وميمز هنا، ويطلع في مسلسلات ويطلع في برامج نفس الإفيه بالظبط.
سوزي ساعتها كان عندها بتاع 4 مليون ولا حاجة، فكان عندها جمهور كفاية متابعها، وكانت معظم الناس بتتكلم عنها ساعتها. وسوزي من زمان أصلا في حوار السوشيال ده، فكان أي حد بيظهر معاها كان بتشيع على طول. يعني كان خطيبها طارق محدش عارفه عن طريق سوزي أصلا، والناس لحد دلوقتي بتعايروا إن هو بتاع سوزي، مش عارف ليه، لحد ما ظهر مؤمن علاء، وده بقى اللي هو العوض وبتاع زي ما قلت لك، وكلنا عارفين الحوار ده نهايته إيه، بس هي بنت مكافحة الصراحة. المهم أنا اتكلمت بجد في الموضوع اللي ضايقني. بعد ما تسكيب كل ده وتقلب تاني تلاقي ده قاعد بيشرح على بطل التيك توك. طب بقى عادي، بقى مش غريب، بسبب انتشار الجوع بين الناس، والناس تخلت عن كرامتها بسبب شوية فلوس ودعم ولايكات، وفلوس سهلة مفيهاش تعب ولا شقة، كله وانت قاعد في بيتك. كل اللي عليك تفتح لايف وتقعد تنطط زي القرد وتعمل أي حركات، المهم يكون في دعم بس في شرط واحد هتعمله، لازم تتخلى عن رجولتك وكرامتك وعرضك ونخوتك على أهل بيتك، لحد ما تتكرم وتكسب جايزة أحسن شحات. الشحات اتطورت في العصر الحالي بسبب التيك توك، ما هو كبير وواسع، فهتلاقي الكويس والوحش، وانت عليك تختار الأنسب ليك. كل واحد فينا عارف الصح من الغلط، وانت لازم تختار تمسك في كرامتك وتكسب فلوس تعيشك، ولا تختار تتخلى عن كرامتك وتعيش ملك. أشوفك بإذن الله قريب، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. مع السلامة.